عليكم. مشكلة من المشاكل اللي جت عبارة عن ان الزوجة بتتكسف تقول لجوزها ان هي متضايقة من شيء معين فيه وبتخبيه، وبالتالي علاقتها بيه بتتغير وتصرفاتها معاه بتتأثر. هو مش فاهم ليه، والراجل اصلا بطبيعته كمخلوق ما بيفهمش على الحاجات المباشرة الواضحة الصريحة. تقولي له انا متضايقة من كذا يغيرهولك، انا عايزة كذا يجيبهولك، ده لو يبقى في تفاهم يعني. فصاحبة المشكلة بتشتكي من ان جوزها بتقول يعني ان هو مش بيهتم بنفسه، مش بيهتم بنظافته الشخصية. فلما جايه بتتكلم معايا اخدتها على نقطتين مهمين جدا. اولا، الرجالة مش زي الستات في حتة الاهتمام بنفسهم. يعني من طبيعة الرجل ككائن أصلا، يعني حتة الاهتمام بالنظافة دي بالنسبة له هي الحاجة اللي تخليه طاهر وخلاص، يعني مقبول دينيا عند الله. بس غير كده بقى كتعمق في النظافة وك اهتمام شخصي بنفسه، هو بس كده. إلا إذا كان في، وده الدور اللي ربنا خلق الست عشانه، كأم كأخت كزوجة كابنة. هي المخلوق اللي ربنا جعله للراجل علشان يخلي النقطة دي ظاهرة وواضحة في حياته. فده دوري كست. الست بقى هنا مشكلتها ان هو ليه ما يعملش كده من نفسه. طبعا يبقى شاكر ويعني كتر خير الراجل لو كان ده شيء من اهتماماته، لكن النقطة اللي انا بتكلم فيها ان الطبيعي 90% من الرجال اهتمامهم بنظافتهم الشخصية شيء يعني بالنسبة لهم رفاهية، دلع، وهو ما عندوش النقطة دي أول حاجة. يعني دي طبيعة شخصية، مش جوزك اللي معاق، ده أولا. ثانيا، وده المهم جدا، في حين انك انتي لفت نظرك الشيء والشيء ده ضايقك، اتكلمي طبعا باسلوب كويس وبطريقه حلوه والكلام ده كله. لان الراجل مش زينا، مش حساس، مش هتبقى سبه في حقه، ولا ان انا يعني كده عيب ان انا لا، عادي خالص. الراجل يعني بالنسبه له يعني كلمي، وفري ده، حاولي توفريه. يعني رتبي له مواعيده، ظبطي له مواعيد الشاور، مواعيد الاهتمام بالنفس، مزيلات العرق، البرفانات، الحاجات دي خليها متواجده. لكن توصل الحكايه لمرحله ان انا ابقى قرفانه من جوزي لمجرد ان هو الطبيعي بتاعه مش بيهتم بنفسه، انا كده المسؤوله عن الوصول للنقطه دي، انا اللي مسؤوله عنها. مسؤولة ان انا ما حاولتش ابقى اقوم بالدور اللي المفروض كست اقوم بيه، ده اولا. واعتبرته ان هو ليه ما مش مخلوق كده. لا يا حبيبتي، اطلعي بره النقطة دي خالص. الحاجة التانية، ان انا سبت الموضوع يوصل معايا لدرجة ان انا خلاص بقيت بتأفف منه ومش فاهم. هو كراجل مش فاهم. يعني الرجالة طبيعتها وطبيعة مخها ما بتفهمش ما وراء التصرفات خالص. مخهم في الحتة دي فلة. تعالي له وش في الشيء باسلوب كويس، الجمله مفهومه. تعالي له وش كده في النقطه اللي انت عايزه تفهمها له، من غير لف ودوران، ومن غير لت وعجن، ومن غير ومن غير ومن غير، وفي نفس الوقت باسلوب كويس. يعني ما تبقيش مستفزه، ما تبقيش بتتسلطي وبتأمري واللي هي بقى يعني نخش من مشكله، نطلع من مشكله نخش في مشكله. تمام. النقطة الخطيرة في الموضوع ان يعني اكاد اؤكد ان في جوازات على خط النار، يعني واصلة لمرحلة وحشة جدا جدا جدا، يعني مركبة. بدايتها كانت النقطة دي. يعني من النقطة دي بنخش من موقف على موقف، ومن أسلوب على أسلوب، وبطريقة على طريقة، لحد ما يوصل في الآخر لمرحلة إن أنا عايزة أطلق. تخيلوا. يعني انا لما اجي تتقالي كده انا خلاص حياتي واقفه وعلاقتنا واقفه وخلاص احنا بقينا عباره عن اتنين بيحاربوا في بعض، واتكلم معاها واوصل من البدايه اصلا الاقي ان المشكله بدات من هنا. طب ايه ليه؟ يعني ليه اوصل الموضوع لكده؟ اللي يعني الجواز يا جماعه مش هو انت ما قدمتش انت الحل فانا ما قدموش. لا، احنا مع بعض، احنا مع بعض، قلبنا على قلب بعض، ونحاول نوصل مركب الجواز ان هي تبقى دايما امنه. ما نسيبش النقط توصل من ناحيتي. طالما البدايه انا اللي اتضايقت، يبقى انا المطلوب مني من ربنا ان انا اتوكل على الله وابتدي احل.
فيبقى حاجة عبيطة، حاجة عبيطة يا جماعة الاهتمام بالنظافة الشخصية. شيء مقرف، بس ما يبقاش هو السبب في الطلاق. ما يبقاش الانسان كويس والراجل كويس، ما هو يعني عيوبه قليلة وميزاته حلوة، بس الموضوع يوصل لان احنا خلاص مش طايقين بعض وكارهين بعض، ومبتدى الموضوع ان هو مش بيهتم بنفسه. ودي مشكلة واقعية وحقيقية وقابلتني كذا مرة، ويعني حد استشارني فيها كذا مرة. فبكتشف ان هي ببساطة جدا يا ستي خشي في الموضوع على طول واتكلمي وحلي، وهتلاقي الموضوع انتهى، وهيبقى في يوم من الايام كان الموضوع كده وخلصنا. مش نفضل سنين مشكلة على مشكلة بسبب الموضوع ده. لا يعني ساعات بتبقى المشاكل اصلا بسيطة. فمن فضلك كوني جريئة وكوني فعالة وكوني يعني حلي، ما تقعديش تشعري بمشاعر وحشة وتقعد الشعور على الشعور والموقف على الموقف، واوصل في الاخر ان انا بتناقش في طلاق. ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ويعني اقعد بقى احل معاها مشاكل مشاكل مشاكل، واوصل في النهاية ان الاقي الموضوع بادئ من هنا. طب يعني بأي منطق؟ طيب فالموضوع بسيط، اتكلمي، ما تتكسفيش ما تتكسفيش. السلام عليكم.